ايه يا جدعان، الرحمة شوية. وتنظيف قبل رمضان وتنظيف قبل العيد. انا مش عارفة هل احنا اسرة في البيوت دي ولا ايه. انا عايزة اعرف انا شايلة المسؤولية دي ليه يا جماعة؟ انا مش قدها. ارحموني شوية. ايه يا بنت، انت اتجننتي ولا ايه؟ انت بتكلمي مين؟ مش عارفة والله، بس انا نفسي حد يرد عليا. انت عايزه مين بس يرد عليكي؟ في ايه مالك؟ تعالي بس اقعدي هنا، تعالي. اقول لك يا اخويا مالي. ليه في دخلة رمضان اشيل الشقة كلها تنفيض وتنظيف وتعليق زينة؟ كل ده على دماغي. امال انت عايزه ايه؟ بس رمضان كريم. الله اكرم يا سيدي، ما قلناش حاجة. احنا رمضان جانا يا عم، كل سنه وانت طيبه يا ست. وانت طيب يا سيدي. لا، وايه كمان؟ الفرش كله يتشال ويتغسل. وعندك السجاد ده موال تاني، ربنا ما يوريك. طب ما هو ده الطبيعي اللي كل الستات بتعمله، ايه المشكله يعني بالنسبه لك؟ ما انا عارفة ان ده الطبيعي. والا بقى التفكير في اكل اول يوم دوت. كل اللي فات ده كوم. وتفكيري في الاكل ده كوم تاني خالص. كل ما اسأل حد فيكم يقول لي اكلة شكل. هل انا هعمل 100 صنف في يوم واحد؟ اهدي بس كده واحنا نعمل معاكي اللي انت عايزاه يا ست. ولا تزعلي نفسك ولا تضايقي نفسك، ايه يعني؟ كلام يا حبيبي، ساعة الأعمال محدش بيقولي انت بتعملي ايه. لا، انت فهمتني غلط. عمايل ايه يا بنتي؟ انا اقصد نفكر لك تعملي ايه وحضرتك تتفضلي مشكورة تعملي. لا يا جت على الأكل بس، انت عندك موال العصاير كمان. هو ايه ده؟ يا العصاير كمان محتاجة تفكير؟ لا يا اخويا، عايزة سكر. ده كل واحد من ولادك عايز مشروب شكل. اللي عايز فراولة، واللي عايز مانجا، واللي عايز جوافة باللبن، واللي عايز تمر. ده كله في يوم واحد. ولسه التحلية. مش عارفة والله، احنا هنعيش رمضان كله بنفكر في الأكل والشرب ولا ايه؟ أنا نفسي في رمضان من بتاع زمان ده. رمضان بتاع زمان اللي هو ازاي يعني؟ هو الناس زمان مثلا ما كانتش بتاكل وتشرب ولا ايه بالظبط؟ أنا كان كل معرفتي برمضان إن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وربنا ينولها لنا إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم قوي ايمانك. شيخة يا اخواتي. مش تنظيف وتنفيض وأكل وشرب، والله العظيم حرام. ايه اللي بيحصل في رمضان ده؟ ما كانش كده. يا ستي رمضان اللي احنا فيه ده اللي هو بيجي بعد شعبان ورجب، صح؟ زمان دوت كان بيجي في وقت تاني، ولا انت ايه رأيك؟ انا مش فاهمك بالظبط. اه يا اخويا، هو بالظبط كده. ولا المرتب راخ. ماله ده كمان؟ نازل يا اخويا في وقت صعب قوي. هو ايه اللي نازل في وقت صعب؟ هو نازل بالليل بعد الظهر مثلا ولا ايه؟ لا يا اخويا، عندك عيد الام ورمضان والعيد. ده انا على اخر رمضان هتشوفني كده ماشيه اشد في شعري. ويقولوا عليا بقى اتجننت اتهبلت. لا، عايز يقول اي حاجه يقولها، ربنا يستر. اكيد مش انا لوحدي السنه دي اللي هبقى كده. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. طب يا ست متشكرين على المعلومات الجميلة ديت. ممكن تتفضلي انت بقى عشان انا عايزة اقول لهم على حاجة. كل سنة وانتوا طيبين وبخير. طبعا زي ما انتوا عارفين احنا بدأنا اول ايام الشهر الكريم، ومن اول ليلة في رمضان كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار ولم يفتح منها باب، وفتحت ابواب الجنة ولم يغلق منها باب. وينادي منادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. يعني احنا من أول ليلة في رمضان بدأنا أول ليالي العتق من النار. وربنا يا رب يجعلنا من العتقاء من النار إن شاء الله. أقول لكم على حاجة كمان يا جماعة، مننساش نية الصيام، ودي بتغنينا الشهر كله. اللهم نويت أن أصوم شهر رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا فتقبله مني. ونويت أن أقوم شهر رمضان كله إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم فتقبله مني. بصوا، اللي أنا بقوله دوت مش شرط إن أنت تقوله بلسانك، المهم إن أنت تكون ناويه بقلبك.
وفي نيتك، لان ربنا سبحانه وتعالى عالم اللي في نيتنا. فما تقلقش يعني ان انت قلت او ما قلتش، المهم ان انت ناوي على كده وداخل الشهر ده ناوي على كده. مش شرط تقول، المهم بقلبك. واللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.